عاملين ايه؟ كان عندي شويه مانجا في الفريزر، في الديب فريزر من اللي انا كنت مخزناهم. وحبيت كده ان انا اعمل اي حاجه بالمانجا. المهم كان عندي برضو شويه موز فانيلا، رحت قلت ايه بقى، لا ده انا هقوم اتشمل كده. والله العظيم وكنت لسه جايبه اللبن. رحت قلت بقى ايه، فضيت اللبن وكده وقلت هضرب الموز وهشوف ايه اللي هيحصل بقى. رحت عملت الاسبونج. فكرت بقى قلت ايه، لا خلاص هعمل تورتايه كده واحط على وشها كده المانجا وتبقى زي الفل وناكلها، لان انا بحب المانجا جدا جدا جدا. فالمهم بقى رحت ضربت الموس الفانيلا. ورحت جبت، طبعا الطبق ده كان صغير جدا، رحت حطيت في البوله اللي هي بتاعت المضرب. حطيت فيها الموس وهكمله لانه كان بيطرطش جامد من المضرب. هضربهم بقى وحطيت اللبن والكلام ده كله، ودي علشان هحشي بيها التورته. لكن من بره التورته هحط كريم شانتيه. انا بجيب كريم شانتيه خام او اللي هو بسكر، ولو خام بحط عليه سكر عادي، مفيش اي مشكله. المهم بقى كنت الاسبونج طبعا قطعته، ووريتكم في الوصفات التانية انا بقطعه ازاي وبعمله ازاي اصلا، يعني بعمل طريقته ازاي. بس هقولها لكم. بحط 6 بيضات، بس انا الاسبونج ده حاطه 5 للامانه. حاطه 5 وبحط كوبايه إلا ربع ميه. والاسبونج الجاهز نص كيلو. وبضربهم في العجان او بالمضرب. ضربه كويسه كده لغايه لما يبقى ريم ابيض زي الكريم شانتيه. تمام. بعدين بين الطبقات بحط ميه بعسل. بحط كوبايه ميه كده وبحط فيها عسل وادوبه علشان ارش بيها. لو عندكم بخاخه ماشي، لو ما عندكمش ممكن تحطوا اللي بندهن بيها الفرشه السيليكون اللي بندهن بيها. حطيت هنا الموس الفانيلا وحطيت المانجا. قطعت كده قطع مانجا وقطعتها حطيتها بين الطبقات زي ما انتوا شايفين. وهحط برضه اهو الطبقه دي اللي برشها بالميه والعسل. معلش مش مركزه، حبه صغيره علشان بسمع المسلسل. فقلت ايه، اتسلى بقى بالوصفه دي انزلها لكم علشان انا كان طعمها خطير. حاجه كده بصوا، تدوب العقل. اي حاجه فيها مانجا كده بتبقى حاجه كده ايه، مزفلطه حلوه يعني. وموس الفانيليا ده اصلا تحسوا ان هو دسم دسم قوي، فبيبقى حلو جدا جدا في التورت. حطيت طبعا بين الطبقات زي ما انتوا شايفين المانجا. كانت نفعاني قوي في الفريزر يعني. وبفكر اجيب فراولة برضو عشان احطها، مع ان دلوقتي طبعا مش زي زمان. زمان كانت الفاكهة الشتوية موجودة في الشتاء، والصيفية موجودة في الصيف. دلوقتي صيف وشتاء بتلاقي كل انواع الفاكهة. يعني حاليا برضو في الشتاء في مانجا برضو. بس انا من النوع اللي بحب الديب فريزر عندي يكون فيه كل حاجة كده. اي حاجة تطلع في دماغي اروح اقوم اعملها. ما علينا، ايه الرغي الكتير اللي انت رغيتيه ده يا سمر؟ جربوا بقى، نفسي حد يجرب ويقول لي. يعني في كذا حد بعت لي وقال لي ان انا جربت وان انا بعمل ومش عارفه وايه. انا بفرح جدا يعني. عايزاكم برضو تجربوا الوصفه دي، اللي بيحب المانجا هيعشقها. هيعشقها عشق. عايزه اقول لكم ان انا عملت الاسبونج في نفس اليوم. بس هو المفروض يبات، لان لما بيبات بيبقى احلى. بس هو عجبهم جدا وبرضو قالوا عليه ان هو خطير يعني. بس طبعا لما بيبات انا الحقيقه ما حبيتهوش، حبيته وهو بايت اكتر لما بيبات تاني يوم الاسبونج، او لو عملتيه بالنهار وحشيتيه بالليل متاخر. بذمتكم في اكتر او اسهل من كده طريقه اهو في ثانيه قدامكم. بنكون عملته. جربوها مره واتنين هتلاقوا ايدكم اصلا خدت عليها بقت حاجه بالنسبه لكم تافهه وسهله. انا زمان لما ما كنتش بعرف اعملها كنت بحس ان هي صعبه. كنت بقعد اقول هما ازاي بيعملوا التورته وازاي مش عارفه ايه. لا الحمد لله دلوقتي بيبقى طعمها خطير يعني، الحمد لله. فلازم ان انتوا تجربوا.
عايزة اعرف انتوا بتستخدموا نوع ايه كريم شانتيه؟ عشان انا جبت في نفس اليوم ده في نفس الوقت انا جبت كريم شانتيه من عند العطار، بس للاسف طلع وحش قوي، مش عارفه هو نوعه ايه. واضطريت طبعا ان انا بس جبت رخيص يعني، فقلت هجرب لو طلع كويس تمام. جبته وباظ مني، وهو مش باظ مني، لا هو طلع وحش بايظ او مش حلو، عامل زي اللي هو ايه، اللي مش عارفه اللي هو بيتباع في التراث الشعبي قوي دي، اللي في المحلات الشعبي قوي، فمش مش هيظبط معاكم نهائي. طبعا التورته دي مقاس صغير، مقاس 24. بجيب لها ربع كريم شانتيه. انا مش هعمل اي حاجه فيها ولا جبت اي حاجه اصلا احطها، انا كنت جايبه بونبون، لا كنت جايبه ايه اسمه ايه شيكابون، والولاد ما شاء الله كلوه ما خلوش، كنت عامله حساب ان انا احط عليه. ف فرحت قلت لا هبقى هي انا. حطيت طبعا مانجا، وحطيت من فوقها اللي هو اسمه ايه الملمع الجل ده بطعم المانجا. هو محلي يعني، حاجه كده محليه، عامله بالظبط زي الجيلي، لا مش زي الجيلي المانجا لما بتعمليه على البارد، مش تعمليه بميه سخنه. حلو يعني، جربوها. حتى لو ما حطيتوش الجل التلميع ده برضه هتبقى حلوه جدا. في نوع شفاف، الشفاف تقريبا بيكون احلى من ده، انا ما جربتوش. انا بحب اعمل كل حاجه مبسطه كده، ما بشتريش او اكلف نفسي جامد عشان اعمل الحاجه. ف اللي انتوا عايزين تجربوه جربوه، ما عندكوش مانجا حطوا تفاح، ما عندكوش تفاح حطوا فراوله، حطوا كيوي، حطوا اللي هو الكمبوت الاناناس ده، حاجه حلوه. أه وانا غبت ليه؟ انا رحت فين؟ سرحت مع مع الاغنيه. رغيت كتير، معلش سامحوني. بس انا بحبكم، بحب احكي معاكم كتير. وبعشق الطريق المنجتين اللي انا كنت مطلعه ما كفوش، فروحت اضطريت ان اطلع برضو تاني مجمد وحطيته. فتلاقي ده لون وده لون، بس حاسه ان لونه مش عارفه اللي مزفلط قوي ده هو اللي حلو، ولا اللي هو الشرايح اللي انا كنت لسه مقطعاها كده كده كانت هتستنى شويه وهتعمل نفس نتيجه التاني. بس اهم حاجه النتيجه، واهم حاجه طبعا الطعم. عايزاكم بقى ايه تجربوها وتشجعوني وتدعموني. ما تنسوش تعملوا اشتراك للي مش مشترك سوري، وتعملوا طبعا لايك وكده، وتظبطوني يعني كده علشان ايه تدعموني، علشان اكبر بيكم وليكم طبعا. يلا ان شاء الله اشوفكم بكرة على خير.